الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لما عزم على كتابة تفسيره المعروف جاء إليه طلبة وقد سألوه أن يكتب لهم أو أن يدون لهم تفسيرا. هذا من أعظم من أجل التفاسير، حتى كان يقول فيه السيوطي وابن تيمية وغيرهم لو أن الإنسان رحل إلى الصين، إلى بلاد الصين، مشي على الأقدام ليحصل على نسخة من هذا الكتاب لكان قليلا. لما جاءه الطلبة واجتمعوا حوله قال أحضروا لي 30,000 ورقة. 30,000 ورقة، الورقة مش كما هذه الورقة قس الكتاب هذا، 30,000 ورقة. فقالوا هذا يا إمام تفنى فيه الأعمار، نموت ولا تكمل أنت هذا الكتاب. قال والله لقد ماتت الهمم، ثم أردتم 30,000 ورقة، هذا 300 ورقة ولا 3,000 ورقة فقط، ماتت الهمم. هؤلاء أئمة أعلام كبار